النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. لو ما عندكيش طبعا، ما فيش فلوس معاكي وبآخر الشهر او في نص الشهر وفي الفلوس أثرت معاكي، شوفي كده اكيد هتلاقي عندك في الفريزر شوية أجنحة شايلاهم من الفراخ وانتي بتعمليها. ساعات بنشيل الأجنحة لوحدها كده، بنشيلها في كيس او في علبة على جنب في الفريزر. هنطلعها كده مع بعض وهنعملها بطريقة حلوة جدا، وهتطلع طعمها تحفة جدا، هتعجبك وتعجب الولاد. ممكن يقولوا لك ما تعمليش فراخ تاني، احنا عايزين أجنحة. شوية رز بسمتي مع سلطة الدقوس، وبجد أكلة جميلة جدا وطبعا موفرة. ولو ما عندكيش في الفريزر، هتشتريها من بره تبقى سعرها أرخص من الفراخ. طبعا معايا أجنحة غسلها كويس جدا، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده بقطعها لقطعتين، وبشيل الطرف اللي هو في الآخر بيبقى كله زفارة كده. أنا بقسم بقى بقية الجناح لنصين. ومعايا التوابل، معايا بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود، ومعايا رشة من الحبهان، ومعايا كركم، ومعايا زعتر وملح، ومعايا شوية بابريكا. تمام، دي كل المكونات بتاعتي. ومعايا هنا صويا صوص، ومعايا سويت صوص. ده بيبقى تقيل شوية ال آه، زي دبس الرمان كده، بس طبعا هو مش زي دبس الرمان. ده بيبقى، انا قلت حبيت بس ايه اقرب لكم كده الشكل بتاعه، بيبقى تقيل كده زيه بالظبط. ومعايا هنا صويا صوص اللي هي الفاتحة، بحط برضو معلقة كبيرة. ومعايا هنا 3 معالق زبادي من اللي هم الصغيرين، او معلقة ونص من المعالق الكبار بتوع الاكل. هقلب دول كويس جدا. ده الخلطة بتاعتي بتاعت الأجنحة. هتعملوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدا. طبعا لو لسه مكملين معايا لغاية دلوقتي، أنا عايزة حابة أعرفكم بنفسي، أنا اسمي سولا ودي قناتي. أتمنى طبعا تاخدوا جولة فيها، وإن شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم متنسونيش في لايك حلو ودعوة حلوة منكم لو الوصفة عجبتكم. ولو اشتركتم في القناة، اللي لسه جديدة عندي في القناة، طبعا نورتيني. وشيء يشرفني انك تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس للكل، عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد من عندي. آه طبعا انا قلبت كل بقى التوابل بتاعتي، الخلطة اللي انا الجميلة اللي انا عملتها دي، وهقلب فيها الاجنحة كويس جدا. طبعا كل ما الافضل ان احنا نسيبها وقت كافي ان هي تتبل. لو عندك وقت انك تسيبيها من قبلها بيوم يبقى افضل. لو ما فيش وقت، وطبعا قررتي انك تعملي الاكل دوت في نفس اليوم، ممكن قبليها ب3 ساعات او ساعتين على الاقل، سيبيها تاخد من التتبيله، وهتعجبك جدا، طعمها بجد تحفه. عايزه اقولك احلى من القطع الفراخ كمان. هقلبها كويس واغطيها بالاسترتش راب او بكيس من عندك، وتسيبيها بقى تشرب من التتبيله. تمام كده، تمام. هغطيها بقى ونشوف هنعمل بعد كده ايه. عندك بقى شويه رز بسمتي، تمام، اعمليهم جنبها. ما عندكيش، اعملي رز عادي. طبعا احنا بنقول عايزين نوفر. انا كان عندي الرز البسمتي، فقلت اعمله، واعمله زي الرز بتاع الكبسة كده، بس انا بعمله بطريقة سهلة. هشيلها بقى لغاية ما تتبل، وبعد كده هنشوف هنعملها ازاي. انا عايزة اعملها على الشواية. تمام، تحت الشواية كده، في الفرن، كأننا بنشوي على الفحم بالظبط. هجيب صينية واجيب الشبكة بتاعة الفرن، وانا كمان هعملها في الفرن اللي هو الكهرباء. عايزة بقى تعمليها في الفرن العادي بتاع البوتاجاز، شبكة، او لو عندك الصينية بتاعة الشوي، هترصي عليها الأجنحة وتدخليها تحت الشواية، مش تاخد وقت معاكي. تمام، واعمل لها كده صوص كده نحطه على وش الأجنحة لما تتشوي، هيخليها طعمها حلو جدا، وكمان بتلمع كده وشكلها حلو قوي زي ما شفتوها في أول الفيديو. أنا برص هنا معاكم، دي الأجنحة كلها كنت شايلاها في الفريزر. أنا بجيب الفراخ وساعات بخليها عند الراجل بتاع الفراخ، اخلي الوراك لوحدها والدبابيس بقسمها. لو الوراك كبيرة بقسمها نصين، لو وراك يعني
حجمها كويس بسيبها واشيل الاجنحه وبخلي الصدور بخليها وبعملها بانيه او بقى شيش طاووق. باخد برضو صدر الفراخ بعمله شيش طاووق او افرمه اعمله همبرجر او ستريبس او ناجتس زي ما تحبي. فبشيل بقى الاقي عندي الاجنحه دي شايلاها عامله كميه حلوه واعملها تبقى اكله في يوم كده مع جنب الرز البسمتي او رز ابيض، بتبقى طعمها حلو جدا. انا هنا بقى عندي هعمل الصوص ده شويه كاتشب، معلقه كاتشب كبيره، تمام، وشويه صويا صوص، هقلبهم على بعض زي ما هتشوفوا كده بالشكل ده كده، معلقة برضو، وهقلبهم وبالفرشة بقى وشوية زيت صغيرين، نص معلقة، واقلب دول كويس جدا. وبعد كده ابتدي ان انا بقى ايه، لما الاقي الفراخ الاجنحة بتاعتي بدأت خدت لون وبدأت في السوا، ادهنها كده من على الوش. تديها طعم حلو قوي. وطبعا زي ما انتم شايفين كده قلبت الاجنحه للناحيه التانية، وبدات ان انا ادهنها كده بالفرشه من الصوص اللي احنا عملناه، اللي هو معلقه كاتشب ومعلقه صويا صوص ونص معلقه من الزيت. ابتدي اقلبها على الناحيه التانية عشان تديني نفس اللون اللي احنا خدناه بتاع الاجنحه من تحت الشوايه اللي احنا شويناه، يبقى الاتنين نفس اللون كده كأننا شوينا على الفحم بالظبط. عملت جنبيها رز بسمتي وشوية سلطة دقوس. لو حابين نعمل مع بعض رز البسمتي والسلطة قوليلي في التعليقات واحنا نعمله. مرضيش اطول عليكم الفيديو، حبيت بس اوصل لكم المعلومة. وصفة الأجنحة الرهيبة الجميلة دي، زي ما انتم شايفين شكل الأكل بجد تحفة، أحلى من الفراخ، وبجد هيعجب ولادكم. وأكلة موفرة واقتصادية، لو اشتريتيها من بره هتوفر عليكي كتير، وفي نفس الوقت كمان أكلت الولاد فراخ. وبألف هنا على قلبكم، واللي جربها أتمنى تكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش في دعوة حلوة منكم زيكم كده، ولايك حلو وكومنت جميل منكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة في حفظ الله.